كيف نبلغ الأماني برسالة؟ أعمل إيه في ليلة القدر؟ ستنا أم المؤمنين عائشة: يا رسول الله، إذا أنا أدركت ليلة القدر ماذا أفعل؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. أنطلع منها إيه؟ يبدأ قيام ليلة القدر بكلمة اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا ولو مرة. اللي أدركها فقال فيها طالبا للعفو مرة بحقيقته فقد قام ليلة القدر. ما حقيقته؟ أنت طالب إيه؟ الغفران، العفو. العفو. بتعفو؟ ما بتعفوش. غلطان في حقنا لما شبعان وجاي طالب العفو. في ناس غلطانة في حقك، سامحت عشان نسامحك. لا، أنا ممكن أكون سهران طول الليل في المسجد في ليلة القدر، وهي ليلة القدر، واكل حقوق الناس، ظالم الناس، مظلوم ومش عارف تسامح، وخبط على بابك أخوك وقال لك سامحني. يا عم خلاص، ليلة مرحمة حولتوها محكمة ليه؟ فاللي جاي طالب العفو من الملك في أخطائه يفهم إن في ناس زي ما أنت أخطأت في حق الحق، في خلق غلطت في حقك وعايزك تسامحها، ولما تيجي تطلب العفو هي مرة نعفيك فيها من السهر طول الليل. الصيام ليه فوائد عدة: صفاء للقلب وعون على الصدقة، وطهر للنفس وتدريب على الشفقة، وصحة للأبدان وتوحيد في كل سكون وحركة. وكان سيدنا الإمام الشبلي رضي الله عنه يقول: ما جعت يوما إلا وجدت في قلبي بابا مفتوحا إلى الحكمة. وكان لقمان الحكيم رضي الله عنه يقول: يا ولدي، إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة وقعدت الأبدان والأعضاء عن العبادة. كان سيدنا الإمام الجنيد رضي الله عنه يقول: ما أخذنا طريقنا هذا ولا علمنا هذا عن القيل والقال، مش كلام وروايات، إنما أخذناه عن الجوع وترك الدنيا والزهد في المألوفات. الصيام من أجل الأدوية النفسية والروحية والجسدية. لما قال الصوم لي، يبقى الصيام دواء للإخلاص. الصوم جنة، الصيام حصن حصين. فالصوم حصن للنفس من الآفات، وحصن للجسد من الأمراض، وحصن للروح من الأغيار، وحصن للأسرار من السوى. فهو جنة للصائم فرحتان. يبقى الصيام مضاد للاكتئاب والأمراض النفسية. ولذلك أخبر سيدنا أبو طالب المكي رضي الله عنه عن سيدنا عيسى عليه السلام أنه كان يقول للحواريين: أيها الناس، جوعوا بطونكم وعطشوا أكبادكم لعل قلوبكم ترى الله عز وجل. وكان سيدنا أبو اليزيد البسطامي رضي الله عنه يقول: الجوع سحاب، فإذا جاع العبد أمطرت الحكمة على القلب. وكان سيدنا بشر بن الحارث رضي الله عنه يقول: إن الجوع يصفي الفؤاد ويميت الهوى ويورث العلم اللدني الدقيق. وكان سيدنا أبو حمزة رضي الله عنه الزاهد يقول: من رزق ثلاثا فقد نجا: بطن خال مع قلب قانع، افتقار دائم إلى الله مع زهد حاضر، صبر كامل مع ذكر دائم. أنا لا أضام وقد عشقت محمدا، أنا لا أضام وقد عشقت محمدا، ومحمد غياث من ناداه. قل للعزول إذا بدا مني الجفا، فالمصطفى هو الصفا غياث من ناداه. الحمد مصدره وأحمد نوره، الحمد مصدره وأحمد نوره، ومحمد علم على معاني